ودلوقتي يا حبايبي نقدر نقول مع بعض كده ايه رأيكم بقى في القمر ده؟ عملنا كده كباب الحلة بالبطاطس، بجد تحفة جدا. يا ريت تجربوها وتقولوا لنا في الكومنتات اذا كانت الوصفة عجبتكم ولا لا. هستنى منكم لايك وكومنت عشان يوصلك كل جديد، واشتراك بسيط مش هيكلفك اي شيء. زوروني دايما على قناتي على اليوتيوب حل الضغط او اكله جنان، هتلاقوا فيها كل الوصفات سهلة وسريعة باذن الله. يلا بينا نشوف العظمة دي عملناها ازاي. تا 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 تا. ايه رأيكم بقى في اللحمة القمر دي؟ يلا بينا كده نعمل مع بعض كده طبق كباب حلة بالبطاطس، طعمه تحفة جدا بصوص عظمة جدا. كل ولادنا هيعشقوه بجد. بتمنى ان الوصفة تعجبكم، بس اهم حاجة وقبل اي حاجة يا ريت ما تنسوناش بلايك وكومنت واشتراك بسيط مش هيكلفك اي شيء على قناتنا حلة ضغط او اكلة جنان. هتلاقوا كل الوصفات سهلة وبسيطة وباذن الله تعجبكم يا رب العالمين. اول حاجه انا جبت اللحمه كده وغسلتها ونضفتها كويس جدا، ومعاها القرن القمر دوت الحراق دوت. طبعا ده حاجه تفضليها براحتك عادي، عايزاها مش عايزاها لا خلاص ممكن نستغنى عنها. وهنروح على الوك بتاعنا كده، هنحط فيها كده معلقه من اي ماده دهنيه، سواء كانت معلقه زبده او سمنه اي حاجه، او معلقه زيت براحتك خالص. هننزل فيها قرن الفلفل القمر ده كده، وهنبدا ننزل فيها قطع اللحمه واحده واحده كده. ومش هنقلب اللحمه بتاعتنا خالص كده، هنسيبها لحد لما تاخد لون حلو كده معانا ونرجع تاني مع بعض. ودلوقتي يا حبايبي كده هنغطي معانا الوك بتاعنا كده، وهنسيب اللحمه بتاعتنا ونبدا نجهز البصل بتاعنا علشان نحطه على اللحمه لما تاخد اللون القمر دوت. طبعا احنا عارفين ان كباب الحله لازم يبقى فيها كده شويه بصل فلفل طماطم، اللي تفضليه وتحبيه اشتغلي بيه. الحاجه اللي تحبيه كتريها تمام، كتريها علشان تبقى معانا في الصوص مع الرز كده. يلا بينا كده نقطع البصل بتاعنا ونرجع تاني مع بعض. بس اهم حاجه يا ريت ما تنسوناش بلايك وكومنت واشتراك بسيط مش هيكلفك اي شيء، بس هيرفع معانا القناه. يلا بينا كده نقطع البصل ونرجع تاني مع بعض. وهنا كده يا حبايبي بعد ما خلاص كده اللحمه معانا خدت اللون القمر ده كده، واللسعه دي بجد بتدي لكباب الحله بتاعتنا طعم وريحه بجد تحفه جدا. هنبدا ان احنا نقلبها كده شويه حلوين، وننزل عليهم بالطماطمايه. انا كنت حاطه الطماطمايه دي في الفريزر، والبصل شويه البصل والفلفل. طبعا قرن الفلفل، وهننزل عليهم كده بمعلقتين من السكر. وطبعا هنا كده بعد ما حطينا كده كل الخضار بتاعنا ومعلقتين السكر، هنبدأ ان احنا نغطي عليهم كده ونسيبهم هينزلوا الصوص بتاع الخضار بتاعنا بتاع البصل بتاعنا كده. بصوا كده هو بدأ ينزل كده، واللحمة بتاعتنا بدأت تتغلف كده بالكرملة اللي احنا كنا مكرملينها كده للحمة. هتاخدي بقى طعم وريحة لكباب الحلة بتاعنا تحفة جدا. وهنبدأ ان احنا هنسيبه شوية كده ينزلوا كل العصارة بتاعتهم البصل والفلفل والطماطم. بصوا كده اللحمة بتاعتنا اتغلفت بالكرملة اللي احنا كنا مكرملينها للحمة بتاعتنا. هنسيبهم كده مع بعض كده شوية على النار، ونرجع تاني نزودها كده بالمية بتاعتنا. بس اهم حاجة ما تنساش بلايك وكومنت علشان يوصلك كل جديد، وطبعا تفضلي تقلبي فيها كده علشان خاطر ما تلزقش معانا بقى، عشان البصل والفلفل والطماطمايه. طبعا الطماطمايه دي مش هتبان خالص في الاكل، مش قادره اقول لكم ريحتها عامله ازاي تحفه جدا. بتمنى تجربوا الوصفه وتقولوا لي كده في الكومنتات اذا كانت الوصفه عجبتكم ولا لا، واذا كنتوا بتعملوها بنفس الطريقه ولا لا. هستنى منكم لايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد. هنغطي دلوقتي عليها ونسيبها ونرجع تاني مع بعض لما نشوف كده السوا بتاعها المظبوط، ونرجع تاني نشوف هنكمل وصفتنا ازاي. وطبعا يا حبايبي احنا شايفين كده الكرمله اللي في اللحمه بتاعتنا بجد تحفه جدا، مش قادره اقول لكم ريحتها عامله ازاي، كانك بتشوي كباب بجد. طعمها هتبقى تحفه جدا. يلا بينا بقى كده نزودها ميه مغليه ونسيبها تاخد السوا بتاعها اللي احنا عايزينه. بس اهم حاجه ان الميه تكون مغليه. الخطوه اللي احنا عملناها اللي فاتت دي بجد بتشيل منها اي دهون. خلاص كده هنغطيها بقى
بتشيل منها اي دهون وبتخلي معانا قطعة اللحمة صافية خالص كده، بجد تحفة جدا. هنغطي عليها بقى ونسيبها. احنا ده كله ما حطيناش فيها اي توابل ولا اي بهارات، مش عايزين نحط فيها اي حاجة بجد، لان كده مش عايزين يبقى فيها طعم توابل كتير. هي كفاية عليها قرن الفلفل ومعلقتين السكر، وهنسيبهم ونغطيهم مع بعض كده ونرجع تاني نكمل وصفتنا، نشوف هنكملها ازاي. بتمنى ان الوصفة تعجبكم وتكون خفيفة على قلبكم يا رب العالمين. ما تنسوناش بلايك وكومنت واشتراك بسيط عشان يوصلك كل جديد باذن الله من القناة. ودلوقتي يا حبايبي حضرنا كده البطاطس معانا وقطعناها التقطيع كده اللي تفضليه واللي تحبيه، اللي ولادك يحبوه يستخفوه. وهنبدأ ننزل على اللحمة بتاعتنا وهي خلاص بدأت تدخل في السوى اللي احنا عايزينه. هنسيب البطاطس كده بقى تطعم من الشوربة بتاعتها ونغطي عليها ونرجع تاني مع بعض. بتمنى ان الوصفة تعجبكم وتكون خفيفة على قلبكم يا رب العالمين. وما تنسونيش بلايك وكومنت ظريف كده علشان يوصلك كل جديد، ويا ريت اشتراك بسيط عشان يوصلك بإذن الله كل جديد. هسيبكم لحد ما نحضر طبقنا ونرجع تاني مع بعض. ودلوقتي يا حبايبي نقدر نقول مع بعض كده ايه رأيكم بقى في كباب الحلة دوت؟ عملنا كباب الحلة كده مع الرز كده اللي بشعرية. اللحمة شايفينها دايبة خالص كده فيه، بجد تحفة جدا. بصوا كده العظمة، بجد حاجة كده عظمة جدا. بتمنى بقى كل الوصفات تقولوا لي كده في الكومنتات اذا كانت الوصفه عجبتكم ولا لا. طبعا احنا شايفين اللحمه دايبه خالص كده معانا. بتمنى كده كل الوصفات تعجبكم، وتزوروني دايما على قناتي على اليوتيوب حله ضغطه واكله جنان، هتلاقوا فيها كل الوصفات سهله وسريعه وبجد طعمها تحفه جدا. كباب الحله بالبطاطس مع شويه سلطه مع شويه رز كده بالشعريه، بجد حاجه كده تحفه. بتمنى كل الوصفات تعجبكم، وتزوروني كده على قناتي على اليوتيوب حله ضغطه واكله جنان، هتلاقوا فيها كل الوصفات سهله وسريعه باذن الله تعالى. يا رب كل الوصفات تعجبكم ونتقابل باذن الله في وصفه جديده، وباي باي.